وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم على المهزلة اللي بتحصل على اليوتيوب. عمركم شفتم مهزلة زي اللي بتحصل ديت؟ بس وبالبس منتدى وبالمنتدى، وفضايح بالجملة، فضايح بالجملة، وكل ده بيأثر على سمعة المصريين سواء قنوات أو غير قنوات. دي يا حبايبي خبيزة اهي. ليه الأولاد بتخلوهم طرف في مشاكلكم؟ ليه الأولاد تخلوهم طرف في مشاكلكم؟ حصل بينك وبين حلمية كتير، عمرها طلعت قالت محمد أو حسام أو يوسف. ليه انت بتردي على اخوكي وبتجيبي سيرة طارق وبترمي الكلام على طارق على انه هو خمرجي وسرق موتوسيكلات واتحبس ورحتم وراه تطلعوه؟ طيب هو طارق جاب سيرة ولادك؟ هي حلمية جابت سيرة ولادك؟ يا جماعة أي مشاكل شخصية انتوا بتلوموا على قنوات النقد. أي مشاكل شخصية بينكم وبين بعض ما بتحلوهاش بينكم وبين بعض ليه؟ على الخاص مش على العام، وبترجعوا تلوموا على قنوات النقد ان هي بتطلع وبتتكلم وبتقول على اللي هي شايفاه. هو ينفع ان انت تسبي في اخوكي؟ ولا ينفع ان اخوكي يسب فيكي على العلن؟ على العلن، وما يصحش الا الصحيح. وما ينفعش ان احنا نحشر ولادنا سواء كانوا ولاد الطرف ده او الطرف ده في المشاكل. هي يا جماعة يعني في الاول وفي الاخر اختلاف في وجهات النظر، في الاول وفي الاخر اختلاف في وجهات النظر. ليه توصلوا المواضيع بينكم وبين بعض للدرجة دي؟ ليه توصلوها للمشاحنات والسب والقصف، وانت مراتك ضربتك، وانت خمرج، وانت صفتك، وانت نعتك؟ انا مش عارفة انتم لغاية فين هتفضلوا بالطريقة دي، والاخر تقولوا قنوات النقد. لا، العيب مش على قنوات النقد، العيب فيكم انتم بصراحة، وبالاخص فيكي يا زوزو. ناس كتير قوي قالت لك ما ترديش على اي حد، وانتي اللي طلعتي ونكشتي في كل حاجه. طب ما انت لما تهددي اخواتك او اخواتك البنات او بنات اخواتك بصور، ما انت ما افصحتيش الصور ديت بتاعت مين؟ فهتخلي الناس كلها تقعد تفكر يا ترى، يا هل ترى الصور دي بتاعت مين؟ بتاع اختها مين؟ بتاعت بنت اختها مين؟ طب وليه؟ ليه؟ ليه يعني هم ذنبهم ايه اللي انت طالعه تتكلمي عنهم دول؟ ولادكم المفروض ما تحشرهمش في اي حاجه. حلميه عارفه الاصول، بدليل انها ما حشرتش ولادك في اي حاجه. حلميه كانت اتكلمت عن عيالك علشان تتكلمي عن عيالها، او بالاخص طارق تقولي بيسرق موتوسيكلات وخمرجي، والكل عارف انت تقصدي مين. تقصدي طارق. ما ينفعش، ده بيقولوا الخالة والده، وانتوا كل ما تتكلمي تقولي ان هو بيكلمني ويقول انا ما اقدرش استغنى عن محمد ولا عن حسام. يبقى مش جزاؤه ان انت تسيئي لسمعته. انت ما انت اسأتي لسمعته دلوقتي، انت زعلانة على كلام اخوك قاله على ابنك. طيب وحلمية مش من حقها تزعل على كلام انت قلتيه على اخوكي؟ جميلة ونورة عملوا فيكي ايه؟ تقدري قولي لي عملوا فيكي ايه؟ هم متابعين وما عجبهمش كلامك ولا يعني ولا مشاكلك مع اخواتك، وطلعوا وسابوكي. ايه لازمته ان انت كل شويه تسبي فيهم وتشتمي فيهم؟ هم لو انت ما وجهتلهمش اهانات هيوجهولك. هم اللي سابوا القناه مش انت
اللي حشتهم من قناتك او عملت لهم حظر، هم اللي عملوا من نفسهم. بالدليل كلام اللي نورة قالته في المنصة عن ريري في البث بتاعها، وبعدين التسجيلات اللي طلعتها المدام شارون، مرات شارون، المدام المتحولة اللي مش عارفة هي بتقول اصلا ولا الفاظها ايه. الفيوسات اللي هي طلعتها اكبر دليل على انه نوره ما كانتش عايزه المشاكل تكتر. وبعدين حنان اختك كلمت نوره مش عشان تقول لها نعمل ايه في المشكله دي كانت عايزه توفق بينك وبين نوره وتحل التراشق اللي بينكم وبين بعض. يعني حتى حنان ما سلمتش منك، اختك الكبيره المسكينه ما سلمتش منك، فانت عايزاها تتدخل في ايه بقى؟ حنان ما سلمتش منك ومع ذلك كانت عايزه تحل المشكله، واتصلت بنوره علشان تعرف منها هي ليه وايه السر العدائي اللي بينها وبينك، وكانت عايزه تحل المشكله. فانا عارفه ومتاكده ان نوره مش بتاع مشاكل، وعارفه ومتاكده ان نوره ست محترم، وعارفه ومتاكده برضو ان جميله ست محترم. انت اللي كبرت المواضيع وانت اللي زودتيها على نفسك، حقيقي والله انت اللي زودتها على نفسك. وما اصابكم من خير فمن الله، وما اصابكم من شر فمن انفسكم. شوفي نفسك وشوفي بيتك وشوفي حالك، وعمر ما في اي مشاكل هتجيلك اي مشاكل من هنا ولا من هنا ازاي لو انت ما اسأتيش. وبعدين انت طالعه تشتمي فيا في البث، هو انت هتشتميني وانا هسمع عليكي؟ انت لو ذكرتيني بحرف هذكرك باربعه. اولا انا لا بحب اسيء لولاد حد ولا بحب اجيب سيره ولاد حد. انت اللي اسأت لي لجوزي والابني عندك في منتدى واسأت لي كتير، فمفكره ان الاساءه هسيبها؟ لا، اسأت لي هسيء لك زي ما انت اسأت لي، لان الجزاء من جنس العمل. ما جبت سيرتي عمر في حياتي ما انا هجيب سيرتك اعمل بيها ايه؟ هجيب سيرتك اعمل بيها ايه؟ وانا عايزه افهم يا جماعه، يعني هو معقول كل البشر دي كلها وكل العيله كلها تجمع على انك انت يعني سيئه وهتكوني كويسه؟ انا والله ماني فاهمه. معقول يعني ده اللي بيحب ربنا بيحبب فيه الناس. معقول انتوا هتكوني كويسه وكل اخواتك يطلعوكوا وحشه علشان الفلوس؟ يبقى العيب بقى لا في قنوات النقد ولا في المتابعين، العيب في حاجه بينكم وبين بعض خفيه احنا ما نعرفهاش، ولا العيب في اسلوب التربيه انا ما اعرفش. انما الناس المتابعين اللي بيدعموكم سواء بمشاهدات ولا غير مشاهدات مش من حقكم انكم تهينوا فيهم. جميلة ونورة متابعين محترمين ومن بلد تنشال على الراس، فليه يعني ليه الإهانة دي؟ انت لو ما سئتيش ليهم هيطلعوا يسوقولك، لو ما سئتيش ليهم هيطلعوا يسوقولك، يعني ازاي؟ انا مش فاهم. فيا ريت تدوري في دفاترك او بمعنى اصح تدرسي دفتر حياتك كويس وتبدأي تشتغلي على محتواكي، ولا تردي ولا تعملي. هو اخواتك هيطلعوا يسيئوا ليكي من غير ما تكوني سئتي لهم؟ وبعدين انا شايفه ان لبنى ساكته، رانيا ساكته ما بتوجهلكيش حاجه، حلمية ساكتة ما بتوجهلكيش حاجة، حنان ساكتة ما بتوجهلكيش حاجة. انتي اللي بتوجهي لهم الكلام وانتي اللي بتسئي لهم، ودايما تقولي لهم اطلعوا سكتوا قنوات النقد وقنوات الهم والغم. ليه؟ هو احنا شغالين عندك ولا عندهم بالأجرة؟ احنا مش شغالين عند حد بالأجرة، احنا بنقول رأينا، وارد كل الناس توافق عليه، ووارد كل الناس ترفضه. الرأي ده بيبقى نسبي. يعني كنت أصدق حد بيتكلم معايا أو ما صدقش. يعني ممكن قنوات النقد تعمل فيديوهات والناس ما تصدقهاش ولا تصدق أي كلمة منها.
رغم انه يكون كلامها حقيقي. وانا عارفه يا زاهيه، انا عارفه يا زوزو، انت تقصدي مين اللي ابوكي راح عندها قبل ما يموت باسبوع وطردته، وعارفه الصور اللي انت بتتكلمي عنها وتقصدي مين والاسم مين. بس عمري ما هقولها لا على عام ولا على خاص، لان دي حاجات مش تتقال، لان انا عندي بنات ما ينفعش، ما توصلش للدرجه دي النقد. انا هقول رايي في اللي انتوا بتعملوه واللي عرفته، لكن انا اطلع واسب ناس واقذف ناس واتكلم عن سمعه حتى لو كان حصل، ما اقدرش، لان انا عندي بنات وانا ست، ما اقدرش ان انا اتعرض لسمعه حد. دي حاجه. الحاجه التانيه، انت بتقولي انا ما يهمنيش وهوقف المحتوى وهتكلم. انت الخاسر الوحيد، انت الخاسر الوحيد في كل المعركه دي، انت الخاسر الوحيد في كل المعركه دي. لو التفت للكلام هتفضل قناتك حواليها شوشره وهتتدمر اكتر ما هي متدمره، فانت الخاسر الوحيد. اتعلمي من حلميه ومن رانيه ومن لبنى بقى، احسنهم كلهم، الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي حتى لو فيهم طباطيب العجب، طالما طالعين قدام الناس باحترامهم وما بيهرتلوش في الكلام ولا بيتكلموا بأسلوب مش كويس، هم عند الناس كويسين وشايفين مصلحتهم وشايفين محتواهم. لكن انت الوحيدة اللي بتطلعي عن شعورك وبتطلعي تتكلمي كلام وألفاظ مفيش ست عندها ذرة من الحياء تتكلم فيها. يعني لما متابعة تتكلمي الكلمة حتى مهما كانت الكلمة دي تقولي لها عند أمك بيريحها، عيب عيب عيب، ده لفظ إباحي وما ينفعش إن في ست محترمة تقوله، ولا ينفع ستات محترمين عندهم دم يسمعوه. بس اللي كانوا موجودين في البث ما عندهمش دم ولا عندهم إحساس. انت طالعة وزعلانة علشان خاطر ابنك، ومن حق وكلمة لنا وكلمة علينا يا حسام. حتى لو انت متضايق من اختك، ولادها ما ينفعش تتكلم عنهم، ولادها ما ينفعش تتكلم عنهم، لان الخال والد مهما يحصل بينكم وبين بعض مشاكل حلوها بعيد عن ولادكم، لا هي تجيب سيرة ابنك ولا انت تجيب سيرة ولادها. هو ده الصح وما يصحش الا الصحيح، وده رأيي يا جماعة. انت غلطان يا حسام اللي جبت سيرة ابن زاهية، حتى لو فيه اي حاجة ما تجيبش سيرته، زي ما هي غلطانة وكلها غلط وتحتها غلط اللي جابت سيرة نيرمين قبل كده، والوقت بتجيب سيرة طارق وبتقول ان هو كان حرامي موتوسيكلات وخمرجي وبتاع مشاكل وبلطجي. فين الاحترام والاصول في الكلام ده؟ يعني المفروض انت خاله ما تجيبيش سيره ولاد اختك حتى لو اختك ديت مش كويسه، لان ولادها ما ذنبهمش حاجه. رغم ان احنا شايفين ان حلميه مفيش، ساكته ولا بترد عليكي ولا بتقولك اي حاجه، رغم اساءتك لابنها ورغم اساءتك لاولادها لبنتها، وساكته وما تكلمتش اي حاجه. وانا عارفه انت تقصدي مين بصاحبه الصور، وانا عارفه انت تقصدي مين من اخواتك اللي طردت ابوها قبل ما يموت باسبوع وكان جاي لها. مش عايزه اقول لك بقى كان عشان ايه، يعني ان الله حليم ستار، ربنا يرحمه ويرحم ابونا ويرحم امواتنا واموات المسلمين كلها. يا جماعه لموا الدور، وكل واحد فيكم يخليه في محتواه فقط، لحسن انتم زدتوا المبلطين وبقت صورتنا ووجهتنا قدام الناس زي الزفت. قنوات النقد ما حدش فيكم ليه ولاية عليه، لا حلمية ولا انتي ولا احنا بناخد اوامرنا من حلمية ولا حلمية بتاخد اوامرها مننا. كل انسان فينا له حدوده اللي ما بيتعدهاش. اما بخصوص دي حنان بتتكلم مع ريري، لا ريري بتتكلم معاه، هو فيها ايه؟ وارد الناس تتكلم كلها مع بعضها عادي،
مش يمكن عايزه تقرب وجهات النظر ومش عايزه يبقى في مشاكل حواليكي، ولا هو كل حاجه عايزه تنسبيها انها بتتفق مع الاغراب عليكي؟ اهدي كده، اهدي وشوفي نفسك وشوفي حياتك. لأحسن المسلسل بتاع رمضان السنة دي، يعني سبحان الله المسلسل بادئ بدري قوي عن رمضان. يعني كان المسلسل الأولاني كان بادئ في رمضان، المرة دي المسلسل ده بادئ قبل رمضان بشهرين. البرومو بتاع المسلسل بادئ بدري قوي يا جماعة. مسلسل آل داوود بادئ بدري قوي، ما ينفعش يا جماعة كده. خلاص الكل طفح وادتونا طاقة سلبية، خليته حتى الناس تكره اليوتيوب وتكره اللي بيجي منه وتكره اللي بتسمعه. واللي وصل معايا في الفيديو يا ريت ما ينسانيش في اللايك والاشتراك. وعلى فكرة الفيديو الكارثي البث الكارثي بتاع النهارده يتعمل منه اكتر من فيديو، وان شاء الله بكرة حلقة في على نفس البث ده. واترككم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.